لمن يريد اكتشاف الجزائر وجمال مناظرها الطبيعية ما عليه إلا حضور رالي الجزائر، رالي تحدي الصحاري الدولي في طبعته الأولى من الفاتح إلى 7 نوفمبر المقبل، وعلى مسار يقدر ب 1770 كيلومتر وبمشاركة 185 سائقاً. ينطلق رالي الصحاري من الجزائر العاصمة مروراً بالأغواط ثم تيميمون والمنيعة والبيض سيدي الشيخ. 13 بلداً أجنبياً من بينها عرب وأوروبيون سيكسرون صمت الصحراء الجزائرية بصخب محركات الشاحنات والسيارات والدراجات النارية. ولنجاح الحدث الرياضي الدولي تم توفير كل الإمكانات، غير أن رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية يرى بأن هذه الرياضة لا تزال بحاجة إلى اهتمام كبير. Et laisser nos jeunes pratiquer leur sport. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un championnat de football sans un stade. On ne peut pas imaginer un championnat de handball sans leur stade. Donc, on ne peut pas imaginer un développement d'une fédération sport mécanique ou un développement d'un sport mécanique en Algérie sans aucune assiette de terrain. On est plein d'énergie. On veut vraiment développer ce sport. Mais malheureusement, on n'a pas d'infrastructure, même pas pour accueillir par exemple un championnat national de motocross. رالي تحدي الصحاري الدولي يعد ولادة لسباق دولي يستقطب هواة الرياضات الميكانيكية من مختلف ربوع العالم، كما سيكون مسلكا سياحيا لاكتشاف الطبيعة الخلابة وبراري الجزائر.